السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة هعمل لكم وصفة جميلة جدا. هعمل لكم 18 حتة جاتو شاتو، يعني 18 حتة وبيضة واحدة. فاظن بقى شوفوا الوفرة قد ايه، وهتاكلوا وتحلوا السهرة بقى بتاعت يوم الخميس. فمعلش بقى، انتوا عارفين ان انا كنت تعبانة فتأخرت عليكم في نزول الفيديوهات، فقلت بقى ما انزل لكم بقى الفيديو الجامد ده النهارده، ويا رب يعجبكم وتعملوا بالطريقه بتاعتي كده وتعجبكم. فانا هنا معايا كوبايه دقيق واحده، وعليها بيكنج باودر، وعليها رشه ملح، وبيضه، وعليها فانيليا، وعليها معلقه خل، ونص كوبايه كاكاو، وكوبايه لبن، وكوبايه زيت، وكوبايه سكر. يعني من كل حاجه كوبايه. يبقى كوبايه دقيق، كوبايه سكر، كوبايه زيت، كوبايه لبن، نص كوبايه كاكاو، وبيضه واحده فقط لا غير. ضربت كل ضربت اللبن مع والسكر والكاكاو في الخلاط، وخدت منهم كوبايه، فزي بتبقى زي النوتيلا كده. خدت من الخليط ده كوبايه بس. بقوا حطوا الزيت في الاخر، يعني وانتوا بتضربوا السكر واللبن الاول، وبعد كده حطوا الزيت عشان الخلاط يلف يعني. فهنا بقى بدوب الدقيق مع البيكنج باودر وذره الملح كويس. دي طبعا كوبايه دقيق واحده. وركنت بقى الكوبايه بتاعه النوتيلا اللي انا خدتها في الاخر دي على جنب، وهضرب بقى على بقيه اللي في الخلاط. هحط عليه البيضه. تمام كده، اظن كده سهله. فبعد ما اتضربوا مع بعض كل المكونات، زودنا عليها البيضه. فلما زودنا البيضه بقى هو ده القوام بتاعها اهو. شايفين؟ بس هي بقى كانت هنا برضو يعني كانت تقيله برضو شويه، وانا بضرب فزودت كمان حبه لبن، لان كان الخليط تقيل بسبب الكاكاو. لان الكاكاو برضو عامل زي الدقيق انواع. ففي دقيق في كاكاو ممكن يلف بسرعه، وفي كاكاو لا. فهنا كان الكاكاو اللي انا جايباه اللي هو الخام كان تقيل، فزودت كمان ايه حوالي ربع كوبايه لبن. فصبيت بقى الخليط ده كله كده على الدقيق، وهقلب بقى كويس. بس بجد الوصفه دي يعني بجد والله جميله جدا ومش مكلفه يا جماعه. كل حاجه موجوده في البيت، مش مكلفه خالص، وعملتها لكم. يعني انا بدور على اي حاجه ما تكونش يعني مكلفه، باقل الامكانيات تاكلي وتحلي وكل حاجه. فهنا بقى كنت بقلب. طبعا هي الكمية مش كبيرة، فانت بقى طبعا لو عايزة الكمية اكبر تضاعفي الكمية. تمام. فهي دي عملت لي 18 قطعة، فاظن حلوة جدا يعني. وما شاء الله اللهم بارك، كانت جميلة اهي. شايفين بقى كده القوام بتاعها؟ ده كده القوام المظبوط اهو. شايفين عاملة ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك، كانت جميلة جدا. انا جيت. اهو اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الاخت ياسمين مرحبا وصلت. بك وبيكم. بصوا بقى، هنا كنت بحطها في الصينيه. فطبعا الاخت ياسمين ربنا يخليها ويبارك فيها، الجزء بقى اللي بعد ما الصينيه طلعت من الفرن وطبعا بردت بقى وكده، وجيت بقى وانا برضو بعملها، يعني كانت ما شاء الله كل ده اتمسح. مم. فطبعا بقى ايه، انا جبت لكم وانا بفضي الخليط. فطبعا ده الخليط، ده الجزء اللي بعده. فمعلش بقى. فطبعا انتوا عارفين يعني كيكه هتطلع من الفرن هتسيبوها تبرد، هتتقسم نصين من تحت، يعني تبقى طبقتين. ممكن بفتلة بسكينه او بسكينة فتله. او بفتلة. بتحددوها من الجنب كده بالسكينه، وتروحوا مدخلين الفتله وتمسكيها كده وتشدي. بتطلع القطعيه مظبوطه بالظبط، يعني بتطلع الطبقتين مظبوطين بالظبط. هنا بقى كنت حطيت الكريمه وعليها كلها. فطبعا بقى في الجزء ده ممكن تحطوا كوبايه النوتيلا اللي انتوا ركنتوها على جنب دي عليها برضو كلها. فانا ما حبيتش كده بصراحه، عشان انا يعني بتبقى تقيله، فانا ما بحبش الحاجه التقيله. فانا قلت كده اخف يعني. فانا بقى خدت الكريمه وعملت روزيتات كده. شايفين بقى التقسيمه بتاعت الصينيه؟ على فكره دي الصينيه اللي هي المستطيله، اللي هما بيبقوا 3 مع بعض، دي اكبر واحده. فشايفين ما شاء الله عملت 18 قطعه. والقطع حلوه يعني، مش صغيره ولا حاجه. بس هي بقى بتبقى طبقتين. عايزين انتوا بقى تزودوا، زودوا الكميه واعملوا زي ما انتوا عايزين. بس انا بجيب لكم الحاجه اللي هي تبقى مش مكلفه، اللي هي امكانياتها على قد الايد، وما نحرمش نفسنا من حاجه، وفي نفس الوقت ما نصرفش كتير يعني. هنا بقى جبنا النوتيلا وعملنا بيها شكل زجزاج كده، عشان يعني تدي شكل اه. وتكسر اللون اللي هو البيج ده، الكافيه ده. فانتوا بقى ممكن تغطوها كلها بيها، لان طبعا الكميه بتاعت الكوبايه كتير فموجوده. والكريمة دي اللي هي يعني الكريمه الخام، بس على فكره برضو نوعها ما كانش احسن حاجه ولا حاجه يعني. نوعها ما كانش حلو على فكرة مم. يا جماعة
هي نفس النوع اللي ماما عامله بيه التورته. خشوا شوفوا برضو فانا عشان الفيديو. كنت جايبه كميه فقلت بقى اخلصها يعني واستغلها. لكن هي ما كانتش احسن حاجه يعني، احنا كنا جايبينها من عند العطار، فقلت بقى خلاص مش هجيب ايه النوع ده تاني يعني. هي هنجرب نوع بتبقى تاني. اه. هو ساعتها قال لي ان هي كويسه، بس هي للاسف ما طلعتش كويسه ولا حاجه. هي طعمها حلو وكل حاجه، بس بتسيح يعني بعد ما بتتعمل تبقى تحس ان هي متماسكه بتسيح بتهبط بقى. بتهبط كده يا فانا جماعه. مش فاهمه ليه يعني، مع ان انا عمري ما جبت كريمه وعملت كده. انت الايام الجايه برضو هنجيب كريمه وهنوريكم ماما بتعملها حلو م. قوي والله. بصوا بقى هنا كنت جبت ايه بقى، قهوه. قهوه. دي ورحنا قهوه عملناها، رشيناها كده عليها. ادت بالمصفى. شكل وادت طعم جميل قوي على تحفه فكره. تحفه. انا خدت هي ما عملتهاش كلها بنفس الطعم لان عشان في اطفال، فاكيد يعني الاطفال مش هيحبوا طعم القهوه. لكن انا عشان من عشاق القهوه فبصراحه. انا وانتي على فكره. ايوه حبيبتي ياسمين. حبيبتي يا ماما. القهوه بجد ادت فرقت في الطعم كتير. انا وعلى خدت. فكره الكريمه برضو انا كنت حاطه لها نوتيلا يعني، برضو من الحبه اللي انا ركنتهم في الكوبايه. خدت منهم جزء وحطيته على الكريمه وهي بتضرب عشان تدي لون الكافيه ده. وعلى فكره يا جماعه ادت طعم النسكافيه كده. اه يعني والله ادت كان طعم طعمها حلو قوي. حلو جدا وفي وتغيير. تغيير بدل الكريمه البيضاء. وعلى فكره يا جماعه في ناس كمان بيحطوا بدل النوتيلا في الكريمه البيضاء بيحطوا نسكافيه. ايوه ما انا آه. كنت بعملها برضو كده. ايوه ماما كانت بتعملها بس احنا قلنا اهو انا التاتش بتاعي. شايفين. ياسمينة. ياسمينة اللي بوظت لي نص الفيديو يا جماعة، طيرت الفيديو والكيكة طالعة من الفرن وطيرت الفيديو وانا بقسم. يعني يلا مش مهم. فداية. شايفين بقى شكلها عامل ازاي، تحفة تفتح النفس. شايفين. وحلوة برضو عالية، مش يعني مش واطية قوي ولا حاجة. يعني سمكها حلو. جميلة. انا انتوا بقى ممكن تقسموها يعني نصين، مش بالعرض لا، يعني تقسموا الصينيه كده نصين وتحطوا الطبقتين فوق بعض. لكن هتبقى عاليه قوي، فانا لا فضلت كده لان كمان كده هتدي عدد كبير فهعرف اوزع بقى على البيت والعيال واللهم بارك بقى ما شاء الله يعني. الاعداد بقى كبيره لان انا لما بعمل حاجه بوزع على الكل فكده احسن يعني. كده بقى ايه نوزع على الناس كلها وحبايبنا ويحلوا وتبقى سهره حلوه. ويوم خميس جميل. وعلى فكرة يا جماعة هو كل خميس احنا بنحب نعمل زي سهرة مم. مع حاجه بعضنا حلوه كده. كده. هنا بقى كانت ما شاء الله يعني العيال بالقطط بكله ما شاء الله كانوا واقفين حواليا مستنيين ده. كله بقى اللهم بارك وربنا يخليهم. واقفين بقى مستنيين ان انا اخلص واصور عشان ياخدوا بقى الجاتو الجاتو. الجميل ده. انا كنت واقفة جنب ماما بصورها، ما كنتش بصورها بس قلت اصورها يعني عشان اخد الجاتو كده. شايفين. يلا لو الوصفة بقى عجبتكم جربوها ومع الف سلامة. باي.